اليوم هذو اللي يحاربوا زعما جاي يدير قلع اسم المغرب من اللوغو باش نستفزهم، قلع اللوغو ديال الطيران ديال الخطوط الجويه الملكيه المغربيه، قلع الطياره عليا منا المدرب التبرهيش، هذا كل شيء الا تبرهيش. هذا الشيء راه شوف الشيء اكل عليه ظهر صافي. فوتوا هذا الشيء وخدموا خدموا شويه بالذكاء ديالكم، راه خاصكم تطلعوا النيفو. انا ما فهمتش هاد الدول الاوروبا، الا جيتوا لاوروبا وجيتوا يعني بنادم خاصو شويه يوعى واش راه يدير باش تجينا تدخل لي في راسي المغرب فايتك في البنيه التحتيه، المغرب هارب علينا في البنيه التحتيه. هذا هو الواقع. واش على بالكم المغرب واش كنت تمشي للرباط راك تحشم اصاحبي تمشي بصباطك، وباغيين توليو شي حاجه في الرباط تحشم تمشي بصباطك ابن عمي. الناس بلاد نقيه، دار البيضاء راه القطب المالي هذاك والروينه راه عالم ثاني. اكادير بلا ما نهضروا، مراكش بلا ما غادي نهضروا، مراكش روح شوف عندهم الممثلين العالميين، ما تجيش عندي انا الممثلين ورونالدو يحكي لك. طنجه كذلك، ناس عالم، ناس عندهم عالم. روح للداخله وروح للعيون شوف العالم ما معذبين لانه نتوما ما باغيش تشوفوا الحقيقه، وهي حقيقه واقع. واخا انت عارفها لداخل ديالك. المغرب في البنيه التحتيه فور عليك فاي ما فاش. وهذا الكوب دافريك اللي غادي ندار ان شاء الله في شهر 12 راه غتشوف الخيال العلمي، غتشوف الحاجه غادي تسطى. الملعب هذا اللي غادي يكملوه ان شاء الله باذن الله، هذا هدف 70,000 راه يغطيك انت واوروبا ديالك. يا بنادم خاصو يكون شويه واقعي في الكلام ديالو، هذا هو الواقع. ما نبقاوش نكذبوا على راسنا، ما نبقاوش نوهموا على راسنا باننا حنا قويين في الرياضه. ما كانش، ماشي قوي، انت ضعيف. انت القوه ديالك واش هي معليش عندك واحد الروبيني ديال فلوس الشعب نجبد منها ونعطي لاكاف. علاش اسيدي نتوما تجيو تدوخوا الشعب ومنا المغرب وراه مديرنا كولاش داوها لا فيك. المغرب كون جا سامع بينا وكون جا دار راي راسو فينا وسامع فينا في هذه الرياضه راه حطمنا هذه شحال. ما سامعش بيك كاع. فين راك؟ واش هو يلعب مع الفيفا ويلعب مع كاس اوروبا ويلعب مع كاس العالم وتجي يدور عليك نتايا؟ تقارن راسك بواحد المقارنه اللي حنا رانا نقارنوا راسنا يا حنا رانا فين؟ حنا خصنا نقارنوا مع اللي قدامنا اللي تونس وموريتانيا. بحال المغرب هراب في الكره، هذا هو الواقع. واش اكاديميه محمد السادس هذيك راه ما تدخل لها راك تتلف، انشيلوتي تلف، ريال مدريد دخلوا لها تلفوا. هذا واقع، ماشي انا نقولوا فيه حقيقه. يا ودي الله يهديكم واش راكم ديروا في لي بلاطو. ملعب مولاي الحسن راه كمل ملعب مولاي الحسن في 8 شهور، يعني الناس قاويين عليك. حنا ملعب نديرو في 14 15 وهذا العام رانا نحصدوا الكازو باش غادي نعاود نزرعوا الكازو واحد 6 شهور، عاود حصد الكازو وزرع وعاود حصد. بقاو غاديين غير في هذا الهبال. الناس النيفو هارب، الناس هربوا. راه والله كاين الاغلبيه ما مسوق لك كاع فين راك عايش. راه الناس شويه تفيق. يعني الوافدين يعني من افريقيا، من المغرب العربي، من كل الجهات في كاس العالم، في انحاء العالم عفوا. لانه صحيح عندما نتكلم احنا عن المغرب العربي فقط، احنا الشيء الاول اللي قريب لنا هو يعني المسافه. صحيح. بالنسبه للجماهير، بالنسبه لعده امور يعني تصبح لصالح المناصر البسيط، يعني بامكانه ان يمشي ويشاهد يعني كاس افريقيا في بلد عربي ومتاحه له. حتى يعني بالنسبه لمصر للسودان كلها يعني قريبه، حتى الاخرون ليس الا العرب اللي راح يجوا يشاهدوا يعني كاس افريقيا، حتى الافارقه حتى الاجانب حتى الاوروبيين يعني يحبون هذه المنافسه لانها يعني اصبحت عندها قيمه كبيره مثل قيمه كاس العالم. هنا العاصمه مدينه الرباط، هذا حسان، هذا مكان مميز جدا. اذا كنت زائرا للرباط اكيد ستزور ضريح حسان، فيه الملوك الذين حكموا المغرب قبورهم هناك، ولكن للزيارة وكذلك لهذا الود بينهم وبين الحكام المغاربة، الود بينهم وبين الحكام السابقين لودايا، ومن هناك برج محمد السادس بأصالة وكذلك معاصرة هذا البلد، هذه المدينة التي ستستضيف كأس الأمم الأفريقية في 4 ملاعب.
إلى الدار البيضاء المعروفة عالميا كازابلانكا، هذا هو مسجد الحسن الثاني. كل هذه المناطق مميزة جدا، تعرف حضورا سياحيا. أيضا هذا وسط مدينة الدار البيضاء، الوسط التجاري الدار البيضاء، حي الأحباس. أيضا هذا الحي الذي يجمع بين الجانب الحضاري والعتيق لهذه المدينة الدار البيضاء. هناك من يعتقد بأن الدار البيضاء فقط مدينة اقتصادية، ولكن أيضا هي مدينة تجمع بين ما هو قديم وحديث، بينما هو حضاري. كذلك تتطلع المستقبل وفق ما يحدث مثلا في مطار محمد الخامس واجهة المغرب، أول وجهات المغرب عندما تأتي إلى الدار البيضاء. فاس جامع القرويين أقدم جامعة في العالم، هذه المنطقة المهمة جدا، العاصمة العلمية الحضارية. أيضا منطقة الدباغين، هنا تصنع الجلود. من يلبس منكم البلغة المغربية أو الجباب المغربي فإن غالبيته أصله هو مدينة فاس. كل الحضارة المغربية خصوصا المرتبطة بالصناعة والصناع التقليديين هي من مدينة فاس حصرا. طنجة تسمى المدينة الدولية أو مدينة الألسن السبعة. الألسن السبعة لأنه عاد الطنجاويين يتكلمون لغات عديدة، لأن المدينة كان عندها طابع دولي وهي تحافظ على ذلك الطابع. بين طنجة وإسبانيا فقط 14 كيلومترا بالبحر. أكادير في الوسط الجنوبي، هذه مدينة تسمى مدينة الانبعاث. بعد زلزال عام 60 بنيت المدينة من جديد، عندها طابع سياحي مميز جدا، ولنقل تنافس في السياحة مدينة مراكش. مراكش مدينة المرابطين، مدينة يوسف بن تاشفين الذي حكم المغرب وحكم الأندلس كذلك. هذه الكتبية، مسجد الكتبية، وهذه كل المناطق الجميلة المميزة في مدينة مراكش. ليس دخيل على هذه التظاهرات، فهو نظم العديد من التظاهرات ونجح في تنظيمها، ولكن اظن بان هذه بروفا، لان هذه نسخه افريقيا، كاس افريقيا. هذا هو القطار السريع الذي يربط ما بين الدار البيضاء وطنجه تقريبا في ساعتين، تقريبا اكثر من 300 كيلومتر في الساعه، وهذا مهم جدا. وسوف يتم تمديد هذا القطار لكي يصل الى اكادير، ومن ثم لماذا لا يصل الى المدن الجنوبية، إلى الداخلة، إلى العيون. بعد ذلك أظن بأن هناك عمل كبير في البنية التحتية، ونطلب الصبر لأن تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى أيضا إلى مسؤولية أيضا من المواطن، مسؤولية للمشاركة في إنجاح هذا المشروع العام. مرحبا بكل البلدان وكل المنتخبات العربية وجمهورها وجماهيرها، لأن أظن بأن هذا مشروع مشترك. أي تمثيل للمغرب فهو تمثيل ايضا للعرب، ثم تمثيل لافريقيا. واظن بان مرحبا بكل هذه المنتخبات العربيه، وكانوا يحسوا ببلدهم المغرب انهم في بلدهم، وان اي مغربي لن يقصر في ترحيب بالجماهير العربيه التي سوف تحج الى المغرب. واظن ليس فقط لاكتشاف المغرب ولاكتشاف ايضا المناطق السياحيه، ولكن اكتشاف ايضا تاريخ المغرب، تاريخ العريق للمغرب، والمشاركه ايضا في الاحتفالات، لأن هذه التظاهرات فيها احتفالات، فيها صحيح فائز ومنهزم، لكن لازم تكون احتفالات ولازم تكون تبادل الثقافات. اللغة العربية تجمع كل البلدان العربية، وهذا مهم جدا، لأن أظن بأن عندما ترحل إلى أفريقيا بالنسبة للمنتخبات العربية فيهم من لا يتكلم فرنسي، فيهم من لا يتكلم عربي. الآن عندك العربية فهي لغة موحدة، أي عربي سوف يخرج لكي يذهب إلى السوق فلن يجد أي مشكلة في لكي يجد الترحاب ويجد أيضا من يوجهه. كابتن رفيق، هذا العام أو 2024 صرف المغرب 17.4 مليون. كرة القدم لها تأثير كبير. أتذكر في مقال يقول بأنه تأثير بلوغ المغرب نصف نهائي كأس العالم كان مهم لدرجة أنه حتى الواجهة أصبحت مطلوب. هذا يبين تأثير الإنجاز الرياضي في كرة القدم. مثل مثلا دولة قطر عندما استضافت كأس العالم 2022 إقبال السياحي أصبح كبير جدا، حتى البلد استضافت أكثر من 5 ملايين سائح، وبالتالي هناك لربما توازي بين الإنجاز الرياضي في كرة القدم وما إلى ذلك، وأيضا الإقبال السياحي والترويج للبلد.
أكيد كرة العالم في العالم كله، يعني كرة قدم في العالم كله. أول شيء هي الصورة الأولى للبلد. في بعض الأحيان فيه بلدان حتى ولو اقتصادها ناقص، حتى ولو لا تمتلك الثروات الكبيرة، ولكن بكرة القدم ممكن أن نتعرف هذه المدينة. شفنا حتى في عدة مرات يعني كؤوس إفريقية في إفريقيا لا تمتلك البنية التحتية، لا تمتلك كل يعني المقاييس لكي تقوم بكأس إفريقيا، وقامت بكأس إفريقيا. ولكن المغرب العربي، يعني نتكلم على المغرب، نتكلم على تونس، نتكلم على الجزائر، نتكلم على ليبيا، نتكلم على كل يعني اللي ممكن شفنا عندهم كؤوس افريقيه. نتكلم على مصر في النسخه 2019، يعني حتى ولو كانت وجهه سياحيه تزيد لك يعني ارتفاع من السياحه، تزيد لك ارتفاع من المعرفه، تزيد لك اكيد كره القدم هي اللي تعرف يعني في بعض الاحيان البلدان غير معروفه. ولكن اكيد اتفق معك في هذه النقطه، صحيح عندما تكون عندك ايضا البنيه التحتيه، وتكون عندك يعني تمتلك لعده يعني مدن سياحيه، تسهل لك الامور، حتى تسهل على الكل يعني الوافدين يعني من افريقيا، من المغرب العربي، من كل الجهات في كاس العالم، في انحاء العالم عفوا. لانه صحيح عندما نتكلم احنا على المغرب العربي فقط، احنا الشيء الاول اللي قريب لنا هو يعني المسافه. صحيح. بالنسبه للجماهير، بالنسبة لعدة أمور يعني تصبح لصالح المناصر البسيط، يعني بإمكانه أن يمشي ويشاهد يعني كأس إفريقيا في بلد عربي ومتاحة له. حتى يعني بالنسبة لمصر، للسودان، كلها يعني قريبة. حتى الآخرون ليس إلا العرب اللي راح يجوا يشاهدوا يعني كأس إفريقيا، حتى الأفارقة، حتى الأجانب، حتى الأوروبيين يعني يحبون هذه المنافسة، لأنها يعني أصبحت عندها قيمة كبيرة مثل قيمة كأس العالم.